بعض ترند النودلز بالشيتوس، واكيد بطريقه مريم. اول شيء راح تغلوا المويه، بعدين تضيفوا الشيتوس وتتركوا الشيتوس الين يذوب. وانا هنا راح استعمل 3 انواع اندومي. راح نضيف الاندومي ونقلبهم كويس، وهنا راح اضيف بهارات النودلز، تقلبوهم كويس، وتضيفوا شطه النودلز وتقلبوهم كويس، واختياري من عندي راح اضيف البقدونس. وبكذا يكون جهزت معانا ترند النودلز بالشيتوس. وتحدي اليوم ترند الشوتس وتحدي اليوم ترند النودلز بالشيتوس بطريقة مريم جمال. 3 أكياس، تتوقع بقد ايش اقدر اخلصها؟ وانا استخدمت قبل ما نبدأ التحدي تعال نجربها. مرة لذيذة. 3 2 1 Go! وخلصت في 2 و12 ثانية. أباكم تكتبوا لي تحت وصفات لذيذة أعمل لكم تحدي عليها. دحين أقدر أقول لكم تصبحوا على خير.